باسم علي ومحمد النني الاربعه بتوع الشباب في الزمالك. اعتقد ان باسم علي الموسم القادم في النادي الاهلي. باسم علي الباك رايت بتاع المقاولين مش في الزمالك. الزمالك طالب ان هو محمد صلاح والنني اقرب لنادي الزمالك، لكن المفاوضات لم يتم حسمها. الزمالك فاتح خط اتصال معاهم، بس ده كان الكابتن ابراهيم اللي فاتحه، وهم موجودين في كوستاريكا حاليا مع منتخب الشباب. لكن مش عارفين الوضع بتاع المفاوضات فيه ايه. في لعيبه بتيجي كل يوم اجانب، في لعيب برازيلي وصل امبارح الزمالك، في النهارده حارس فلسطيني بيلعب في الدوري الامريكي بيحمل الجنسيه الامريكيه جاي نادي الزمالك برضه للاختبار. ما نعرفش مصير اللعيبه دي ايه. كل ده هيتحدد بناء على جلسه الكابتن حسن شحاته مع مجلس اداره نادي الزمالك. تعاقدات نادي الزمالك فيها ازمه برضه، ازمه ماليه موجوده في النادي. طب الاهلي كده سريعا. النادي الاهلي اعتقد ان هو مركز على الصفقات السوبر، مش هيبقى عنده صفقات كتير زي ما احنا متخيلين. النادي الاهلي عنده مشكله المعارين، هيسوقهم ازاي، خصوصا ان في لعيبه منهم ظهر بمستوى جيد جدا مع الانديه اللي راحت لعبت فيها. في لعيبه طالعه لازم تتأيد، عفروتو شكري المجموعه الشهاب. بيقولوا عفروتو في مفاوضات مع الزمالك، بس برضو الخبر مش اكيد. كانت يعني هو عفروتو ضغط على النادي الاهلي ونجح ان هو يضغط عليهم ويستمر في النادي الاهلي موسم قادم في الفتره الجايه. نادي الزمالك عفروتو واحمد شكري وشاب متعاقدين مع النادي الاهلي، مش هيمشوا الا باذن من النادي الاهلي او موافقه من النادي الاهلي. ما اعتقدش ان النادي الاهلي هيطلع اللعيب من عنده يروح نادي الزمالك مباشره، خصوصا بعد تجربه حسين ياسر المحمدي. تمام. في اي اخبار عن وجهه التوأم القادمه؟ هو النادي الاسماعيلي كان بيتكلم معاهم، لكن هل النادي الاسماعيلي الساعه 7 امبارح كان مع كابتن حسن شحاته وكابتن طلعت يوسف. الكابتن طلعت في مفاوضات مع المصري اكتر مع النادي المصري، وكابتن طه بصري مع بتروجيت. لا خلاص كابتن طه سوري طه بصري كان مع بتروجيت. من شويه لعبه الكراسي الموسيقيه الواحد اتلخبط من كتر هي برضه. طب الكابتن طارق العشري برضه الكابتن طارق العشري اعتقد ان هو جاي مدرب عام منتخب مصر مع المدير الفني الاجنبي اللي هيجي في نجاده. هو لحد دلوقتي في نجاده، عشان هو واحنا بنعتب على الكابتن سمير زاهر في الاختيار دوت. يعني ما ينفعش ان انا اجيب مدير لمنتخب مصر عشان هو رخيص وحنين على قد. طب ما اجيب طارق العشري يمسك، ايه المشكله؟ وجبت كابتن طلعت يوسف كابتن طلعت يوسف. احنا لسه كنا بنقول الصبح العناصر المصريه يعني الكابتن انور سلامه خد فرصه مع منتخب مصر قبل كده او مع النادي الاهلي، ومش في دم جديد موجود في كابتن طلعت يوسف، في الكابتن طارق يحيى اللي انا يعني بقول له يعني مش عارف انت هتنافس على الدوري السنه الجايه بالتعاقدات الجديده اللي انت بتعملها دي. لكن في اختيارات كتيره جدا. اختيار فنجاده لو تم اختياره اعتقد ان هو هيبقى الخطا الاكبر من مجلس اداره اتحاد الكره المصري، لان الاختيار جه بناء على ان هو موفر، تكاليفه موفره، مش هيكلف الاتحاد مصاريف كتيره جدا، وده السبب في اختيار ابو بلاش كتر منه. دي السبب في ان فنجاده هو الاقرب لتولي تدريب منتخب مصر. كابتن طارق العشري في كلام ان هو جاي مدرب عام معاه. كلام ممتع جدا الحقيقه محمد، وعندنا لسه اخبار وكواليس لا احمد كتير، لكن للاسف وقتنا انتهى. استاذ احمد ان شاء الله تكون